بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حبايبي عاملين ايه في كل مكان وفي جميع أنحاء العالم؟ ازيكم واخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن الأحوال. جولة ايه برد أوي النهاردة والله يا بلاع، وعايزة أعمل حاجة تدفينا في البرد ده، تدينا طاقة كده. ايه هو؟ فكرت قلت حاجة الوحيدة اللي تدينا طاقة في اليوم البرد أوي ده هو حاجة واحدة بس، هو العدس. حاجة أكلة بقى ما يختلفش عليها اتنين. إن شاء الله هنعملها وهنشوف الطريقة معانا وهتحبوها جدا وجربوها بطريقتي. بصراحة أكنكم بتاكلوا، مش هقول لكم لحمة بقى لأن هي أحلى من اللحمة كمان. خليكم معايا. معانا حلة على النار فيها مادة دهنية زي ما تحب، زي ما قلنا قبل كده. ومعانا إن شاء الله هننزل بصلاية متقطعة اهي، والثوم هنشوحه بالطريقة دي، ونوطي عليه شوية كده يدبل مع بعض. هنا معانا استوى اهو، ننزل عليه بشوية كمون. أنا ما بحطش للعدس غير كمون، اي حد بقى يحب يحط اي بهارات تانية يحط، بس انا بكتفي بالكمون بس، محبش اغير طعمه باي حاجة تانية. شايفين المنظر؟ تحفة. هننزل عليه بقى بايه؟ بالعدس بتاعنا. معانا عدسين اهو منقيينه وغسلينه وتمام التمام اهو، نشوح بنفس الطريقة دي، ونغطي عليه برضه ونسيبه بقى شوية يتشوح كمان شوية كده يا بنات. العدس خلاص اتشوح اهو، نزوده بقى بالمية، شوية مية دافيين كده زي ما تحبي بقى مقدار المية، ونغطي عليه ونسيبه يستوي. نرجع لكم تاني بعد شوية. ها يا ولاد، العدس استوى معانا اهوت. هنكمل بقى ايه بقى بالطريقة. بننشل الخضار كده، المكونات اللي هي اللي احنا حطيناها بنفس الطريقة دي، ونضربها في ايه؟ في الخلاط. نشلناها، هنضربها بقى في الخلاط ونرجع لكم تاني. انا هنا ضربت المكونات كلها في الخلاط اهي بالشكل ده. قبل ما احطها على على العدس لازم افركه، ده اسمه المفراه بتاع زمان يعني. لو عندكم مش موجود خلاص اضربوا الباقي كميه في في الخلاط. نعمل بالشكل ده. زي ما انتم شايفين فركت كله اهو، ما بقاش حاجه فيها خلاص. دلوقتي هندير عليه بقى اللي ايه اللي احنا فرمناه. بنفس الشكل الجميل اللي انتم شايفينه ده. شايفين لونه تحفه. عايزه تخليه شوربه عدس بس كده ماشي، عايزه تحمري شويه شعريه وتحطهم عليه ويبقى عدس كده تاكليه بالعيش ماشي. مش حابه خالص تحطي شعريه وتاكليه على الوضع ده بالعيش برضو ماشي، زي ما تحبي. هنكمل دلوقتي مع بعض. هنا حطينا شويه شعريه يتحمروا علشان نحطهم على العدس. حابه تحطي رز حطي، حابه تحطي شعريه حطي، انا بحبه بالشعريه بس ياخدوا لون جميل كده ذهبي، بس دهب غامق شويه تحطيه. هنا الشعرية بدأت تاخد اللون الأحمر الجميل اهو، بس تحمر كمان شوية بنحطها فوق الايه، فوق العدس بالشكل ده. خليكم معايا. تحطيه بقى على البوتاجاز 5 دقايق بالظبط على نار هادية. بصوا بقى يا ولاد، ده الشكل النهائي بتاع اكلنا ان شاء الله النهارده. عيش من اللي احنا خابزينه ناشف جميل اهوت، مع حبة العدس الحلوين دول،
على حبة الخضار الجميل الشهي اللي بيشهي ده. وبألف هنا وشفا على قلوبكم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة، وتفعلوا لي الجرس على كلمة الكل. واللي عايز اي حاجة اكتب لي في التعليقات تحت. والسلام عليكم ورحمة الله.